ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. هعيد وقتي من جديد. الآن على أي حال لا يعي ما يقول فلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. سمعتموه للماضي أو للمستقبل؟ دقيقة يا عالم اللغة، يا عالم اللغة، سمعتموه شنو للماضي أو للمستقبل؟ جاوب على سؤالي. جاوب على سؤالي. سمعتموه للماضي أو للمستقبل؟ والله فضيحة هذا الرجل، والله فضيحة. قبل الحادثة أم بعد الحادثة؟ والله فضيحة. جاوب على سؤالي. طبعا أحبتي الكرام، لماذا أنا سألت سمعتموه للماضي أو للمستقبل؟ الآية تتحدث عن ماضي، سمعتموه ماضي، يعني تتحدث عن الماضي. طبعا الآية متى نزلت الآية؟ نزلت الآية بعد حدوث الحادثة، لكن تتكلم عما مضى. لولا إذ سمعتموه، يعني عندما تسمعوا ماذا تقولون؟ تقولون إفك مبين. في حين أنا أثبتت أن في البخاري أن النبي شك وأزواج النبي شك وإلى آخره. هذا هو هذا الأساس. نرجع مرة ثانية أحبتي الكرام نكمل. على سؤالي يا عالم اللغة، لولا إذ سمعتموه. لا، نزلت قبل الحادثة أم بعد الحادثة؟ بدأ التهريج. نزلت قبل الحادثة أم بعد الحادثة؟ جاوب على سؤالي. سمعتموه يا رجل، جاوب على سؤالي يا علامة، يا علامة، يا وليد، يا ولودي، جاوب على سؤالي. جاوب. اسكت عشان اجاوب. سمعتموه شنو ماضي لو شنو للمستقبل؟ تفضل جاوب. اسكت عشان اجاوب. تفضل جاوب. اسكت عشان اجاوب. تفضل جاوب. يا اخوانا شوفوا قوة اهل السنة والجماعة. هجاوبوا من الطبطبائي وهجاوبه من الطبرسي وهجاوبه من الطوسي. انا بدي اسالك سمعتموه يا رجل، يا رجل. شو كافي يلا كافي وقتي بعد كافي وقتي الان وقتي الان اسكت وقتي يلا اسكت كافي وقتي الان. انا عندي سؤال احبتي الكرام لكم جميعا. اسألت سمعتموه ماذا؟ سمعتموه شنو تعني؟ هل هي للماضي او للمستقبل؟ ما قدر يجاوب عليها علامة اللغة. هرب الجبان وليد اسماعيل، هرب كالعادة. هذا هو وليد يا أحبة، هذا هو وليد اسماعيل. هرب وليد اسماعيل. بعد الآن أنا أريد أهل السنة يكونون منصفين. هل عقيل العراقي تجاوز؟ أبدا. وقت أعطيه إياه هو يقاطعني، الإجابة على أسئلتي ماكو، وبعدين هو تحدى. ماذا قال في تحديه؟ بالخمس ثواني الأولى سيسقط عقيل العراقي. وإذا عقيل العراقي داعس عليه صار له تقريبا ساعة ونص. عقيل العراقي داعس عليه على ولودي إسماعيلي. زين، على أي حال أنا راح أعطيكم الرابط أحبتي الكرام، واللي عنده مداخلة واللي عجبه يتفضل. هذا الرابط مالتنا